لم يكن أحد في مدينة الدار البيضاء يلتفت كثيراً إلى حياة رشيد السالمي. رجل تجاوز 45 بقليل، يعمل سائقاً لدى شركة فاخرة لتأجير السيارات بحي المعاريف، معروف بين زملائه بالهدوء والانضباط، حتى إن مدير الشركة كان يصفه دائماً بالرجل الذي لا يخطئ الطريق ولا يخون الأمانة. في صيف سنة 2007 تلقى رشيد مهمة مختلفة عن المعتاد. زبون ثري قادم من الخليج اسمه فهد العتيبي استأجر سيارة سوداء فارهة مع سائق خاص طوال مدة إقامته بالمغرب، ولأن الشركة كانت تثق في رشيد أكثر من غيره وقع الاختيار عليه لمرافقة الرجل أينما ذهب. خلال الأيام الأولى تنقل رشيد مع فهد بين الدار البيضاء ومراكش وأجادير وطنجة. كان الخليجي كريماً هادئ الطباع قليل الكلام، لكنه يعيش حياة غريبة لا تشبه حياة باقي السياح. في البداية لم ينتبه رشيد للأمر، لكن مع مرور الوقت صار يلاحظ أن الفيلا التي استأجرها الرجل بحي كاليفورنيا تستقبل كل ليلة امرأة مختلفة. كان بعضهن يغادرن قبل الفجر وبعضهن بعد شروق الشمس. ورغم ذلك لم يكن رشيد يتدخل في شيء، هو مجرد سائق، وهذه ليست حياته. في صباح يوم 2 من شهر أغسطس وصل رشيد إلى الفيلا حوالي 8 صباحا كعادته. كانت السماء ملبدة بضباب خفيف والحي هادئ بشكل غريب. أوقف السيارة أمام المرآب، نزل يتفقد العجلات، ثم جلس خلف المقود ينتظر خروج فهد. مرت نصف ساعة، ثم ساعة كاملة. الغريب أن الرجل الخليجي كان يستيقظ دائما باكرا. أشعل رشيد سيجارة ثم أخرى وهو يراقب باب الفيلا الحديدي. شيء ما لم يكن طبيعيا. ترجل أخيرا واتجه نحو الباب الخارجي، وجده مواربا. تردد للحظة ثم ضغط زر الجرس. لا جواب. أعاد المحاولة. صمت. دفع الباب ببطء، فصدر صرير خافت جعل قلبه ينقبض دون سبب مفهوم. دخل خطوات قليلة إلى الداخل. الحديقة كانت ساكنة بشكل مرعب، لا صوت ماء النافورة ولا صوت المكيف الذي كان يعمل عادة طوال الليل. نادى بصوت متردد: السي فهد؟ لا أحد أجاب. أخرج هاتفه واتصل بمدير الشركة الذي طلب منه أن يتأكد إن كان الرجل مريضا أو بحاجة للمساعدة. ابتلع رشيد ريقه وتقدم نحو باب الفيلا الرئيسي. كان مفتوحا هو الآخر. في الداخل كان الهواء ثقيلا ورائحة غريبة تملأ المكان. تقدم ببطء عبر الصالون إلى أن لمح باب غرفة نصف مفتوح في آخر الرواق. الضوء داخل الغرفة كان خافتا. اقترب أكثر ثم تجمد مكانه. على السرير كان رجل وامرأة ممددين بلا حراك، عاريين وغارقين في الدم. شهق رشيد بقوة وتراجع حتى اصطدم بالحائط. لم يستطع الصراخ، فقط ظل يحدق بعينين متسعتين بينما الدم البارد يتسرب إلى أطرافه. كانت رقبة الرجل مليئة بالطعنات، والمرأة ممددة بجانبه بعينين مفتوحتين نحو السقف، كأنها ماتت وهي ترى شيئا مرعبا. في تلك اللحظة فقط أدرك رشيد أنه لم يدخل مجرد فيلا، بل دخل مسرح جريمة. بعد دقائق قليلة تحولت الفيلا الهادئة في حي كاليفورنيا إلى خلية نحل. سيارات الشرطة ملأت الشارع، والأضواء الزرقاء انعكست على جدران المنازل الفاخرة، بينما وقف الجيران خلف النوافذ يراقبون في صمت وفضول. كان رشيد السالمي يجلس قرب المرآب شاحب الوجه ويداه ترتجفان وهو يشعل سيجارة تلو الأخرى. في الداخل
كان العميد يوسف الكتاني يتفحص الغرفة بعينين حادتين. خبرته الطويلة أخبرته منذ اللحظة الأولى أن الجريمة لم تكن عشوائية. الطعنات كثيرة والقاتل كان غاضبا. اقترب الطبيب الشرعي من الجثتين ثم قال بصوت منخفض: الوفاة وقعت تقريبا بين 3 و5 صباحا، والسلاح المستعمل حاد جدا. هز العميد رأسه دون تعليق بينما كانت عيناه تتجولان في الغرفة. الغريب أن الأثاث لم يكن مبعثرا، لا آثار مقاومة عنيفة ولا وجود لسرقة واضحة. لكن شيئا آخر شد انتباهه. النافذة الصغيرة المطلة على الحديقة كانت مفتوحة. اتجه نحوها بسرعة ثم خرج إلى الحديقة الخلفية. هناك كانت المفاجأة: آثار أقدام واضحة فوق التراب الرطب قرب السور الخارجي. وليس هذا فقط، بل آثار عجلات سيارة متوقفة قرب الجدار. انحنى العميد يوسف يراقب التفاصيل بعناية، ثم قال لأحد عناصر الشرطة: صوروا كل شيء ولا تتركوا أثرا واحدا. بعد نقل الجثتين بدأ تفتيش الفيلا بدقة. تحت الوسادة عثر أحد المفتشين على هاتف محمول. أما داخل سترة الرجل الخليجي فقد وجدت ورقة بنكية تثبت أنه سحب قبل يومين مبلغا كبيرا من المال. وفي حقيبة المرأة ظهرت بطاقة تعريف وطنية باسم سناء الرميلي، امرأة في 28 من عمرها تنحدر من حي شعبي بالدار البيضاء. وقف العميد للحظات يفكر: رجل خليجي ثري، امرأة ليل، أموال كثيرة، وجريمة قتل عنيفة. الصورة بدت واضحة جدا، وربما واضحة أكثر من اللازم. في المساء وصلت إلى الفيلا فرقة الشرطة القضائية بقيادة الضابط حمزة الإدريسي، أحد أذكى المحققين في المدينة وأكثرهم عنادا. كان طويل القامة قليل الكلام، وله نظرة تجعل أغلب المشتبه فيهم ينهارون قبل بدء التحقيق. ما إن وصل حتى بدأ بتوزيع المهام بسرعة. أريد هوية كاملة للقتيل. تفحصوا كاميرات الشوارع المجاورة. أي شخص رأى شيئا هذه الليلة أحضروه. ثم توجه مباشرة نحو رشيد السالمي. جلس أمامه بهدوء وأشعل سيجارة قبل أن يسأله: من كان آخر شخص يزور الضحية باستمرار؟ تردد رشيد قليلا. كان خائفا من التورط، لكن نظرات الضابط حمزة جعلته يدرك أن إخفاء أي معلومة سيكون خطأ قاتلا. قال أخيرا: كاين واحد أظنه سائق طاكسي، هو اللي كان كيجيب البنات للسيد فهد. رفع حمزة رأسه فورا. كتعرف اسمه؟ لا، لكن شفته بزاف المرات. قصير شوية وعنده لحية خفيفة، وكان كيجلس معه أحيانا في الجنينة. صمت الضابط للحظة ثم دون الملاحظة في دفتره. وفي تلك الأثناء دخل أحد المفتشين مسرعا وهو يقول: سيدي، لقينا شاهدة من العمارة اللي مقابلة للفيلا. استدار حمزة بسرعة. شنو قالت؟ أجاب المفتش وهو يلهث. قالت إنها فجر اليوم شافت 2 رجال تسلقوا سور الفيلا، وكانوا لابسين جلابيب وقبعات، وركبوا في طاكسي صغير وهربوا. ساد الصمت، ثم نهض الضابط حمزة ببطء. كانت أول خيوط الجريمة قد بدأت تظهر، لكن أحدا لم يكن يتوقع إلى أين ستقودهم الحقيقة. في صباح اليوم التالي كانت خريطة كبيرة لمدينة الدار البيضاء معلقة داخل مكتب الفرقة الجنائية، وعشرات الصور والأوراق متناثرة فوق الطاولة. الضابط حمزة الإدريسي لم ينم منذ ليلة الجريمة. كان يشعر أن القضية أخطر مما تبدو عليه. جلس أمام الهاتف المحمول الذي عثر عليه تحت وسادة القتيل، بينما كان أحد التقنيين يستخرج قائمة آخر المكالمات. وفجأة
قال المفتش: سيدي، آخر رقم اتصل بالضحية تكرر أكثر من 10 مرات خلال الأسبوع الأخير. رفع حمزة نظره بسرعة: باسم من مسجل؟ تفحص المفتش الشاشة ثم أجاب: باسم نادر الفيلالي. ساد الصمت للحظة، ثم نهض حمزة فوراً: جيبوا العنوان. بعد أقل من ساعة كانت سيارة الشرطة المموهة تتوقف قرب حي شعبي مزدحم في منطقة مولاي رشيد. الأزقة ضيقة وروائح القهوة والدخان تختلط بأصوات الباعة. ترجل المفتششان أولاً، بينما بقي حمزة يراقب المكان من السيارة. أشار إليهم حارس سيارات عجوز نحو رجل كان يقف قرب طاكسي أحمر صغير. هذا هو نادر، مول الطاكسي. تأمله حمزة من بعيد. رجل في أواخر الثلاثينات، نحيف، عيناه قلقتان، وملامحه توحي بأنه لا ينام كثيرا. ركب نادر الطاكسي وتحرك. بدأت سيارة الشرطة تتبعه بهدوء. مر عبر شارع الجيش الملكي، ثم توقف فجأة أمام مركز مراقبة سيارات الأجرة. تبادل حمزة النظرات مع أحد رجاله. كانت فرصة مثالية. دخل أحد المفتشيين إلى المركز وكأنه موظف عادي، بينما ظل الآخرون يراقبون من الخارج. اقترب الشرطي المتخفي من الطاكسي وانحنى يتفحص العجلات، وفي لحظة واحدة تغير وجهه. أخرج هاتفه بسرعة واتصل بحمزة. سيدي، نفس آثار العجلات اللي كانت حد الفيلا. تجمد حمزة لثواني. العجلتان الأماميتان من نفس النوع، والخلفيتان مختلفتان تماما كما في مسرح الجريمة. قال بصوت حاد: ما يخليش المركز. لكن نادر الفيلالي لم يكن غبياً. بعد دقائق، وكأنه شعر بالخطر، خرج من مركز المراقبة بسرعة واتجه نحو وسط المدينة. ظل رجال الشرطة يراقبونه دون تدخل، ثم حدث ما لم يتوقعوه. أوقف الطاكسي قرب بنك بشارع الحسن الثاني، وأخرج من صندوق السيارة كيساً بلاستيكياً أسود. تابعه المفتشان إلى الداخل. كان متوتراً بشكل واضح. وقف أمام شباك صرف العملات وأخرج رزمة كبيرة من الدولارات. في تلك اللحظة جاء صوت حمزة عبر الهاتف: دابة. تحرك المفتشان بسرعة. أمسك أحدهما بذراع نادر بقوة، بينما انتزع الآخر الكيس من يده. صرخ الرجل مرتبكاً: شنو واقع؟ خليوني. لكن عندما فتحوا الكيس ساد صمت ثقيل. في الداخل كانت رزم من الدولارات، ملطخة ببقع دم صغيرة بالكاد ترى. نظر حمزة مباشرة إلى عينيه وقال ببرود: أظن عندك قصة طويلة غادي تحكيها لينا الليلة. داخل غرفة التحقيق كان الهواء خانقاً. مصباح أبيض قوي ينعكس فوق الطاولة المعدنية، بينما جلس نادر الفيلالي مكبل اليدين يتصبب عرقاً رغم برودة المكان. أمامه جلس الضابط حمزة الإدريسي هادئاً بشكل مرعب. على الطاولة وضعت الأدلة واحدة تلو الأخرى: الهاتف، الدولارات، صور آثار العجلات، وصور الضحيتين. ظل نادر صامتاً لدقائق طويلة يحدق في الأرض، ثم قال بصوت مرتجف: أنا ما قتلت حتى واحد. ابتسم حمزة ابتسامة خفيفة: لكن كنت في الفيلا. رفع نادر رأسه بسرعة. عرف أن الإنكار لن يدوم طويلاً. بدأ الكلام يتسرب منه ببطء. قال إنه يعمل سائق تاكسي منذ سنوات، لكن دخله الحقيقي لم يكن من نقل الزبائن. كان وسيطاً، يعرف رجالاً خليجيين يبحثون عن السهر والنساء، ويعرف نساء مستعدات لفعل أي شيء مقابل المال، وكان يأخذ نسبته دائما. قبل حوالي أسبوعين تلقى اتصالا من رجل خليجي اسمه فهد العتيبي، يطلب فتاة جميلة وما تكثرش الكلام.
ومنذ تلك الليلة صار نادر يوفر له النساء بشكل شبه يومي. قال إنه لاحظ بسرعة أن الرجل الخليجي ثري جدا، كان يدفع بالدولار ويحتفظ بحقيبة سوداء مليئة بالنقود داخل الفيلا. هنا تغير كل شيء. خفض نادر رأسه وهو يقول: الشيطان دخل لراسي. في إحدى الليالي أخبره فهد أن المرأة التي معه ستبقى حتى صباح اليوم التالي، وطلب منه إحضار عشاء وخمر. حينها خطرت له الفكرة. اتصل بصديقه القديم عزيز الوردي، رجل عاطل ومدمن أقراص مهلوسة، معروف بعنفه واندفاعه. التقيا ليلتها داخل مقهى شعبي قرب درب السلطان. قال له نادر: كاين ضربة كبيرة، فلوس بزاف. في البداية خاف عزيز، لكنه اقتنع عندما أخبره أن الرجل الخليجي يكون ثملا دائما. اشترى نادر الطعام والخمر ودس داخله كمية كبيرة من الأقراص المنومة التي حصل عليها عزيز، ثم عاد إلى الفيلا بشكل طبيعي. كان فهد يضحك بصوت عال تلك الليلة، بينما كانت المرأة سناء ترقص على أنغام موسيقى خليجية صاخبة. لم يشك أحد في شيء. حوالي 3 فجرا عاد نادر وعزيز إلى الفيلا، لكن عزيز اقترح فكرة غريبة. تنكر الاثنان بجلابيب وقبعات، ووضعا لحيتين مستعارتين حتى لا يتعرف عليهما أحد إن شاهدهما سكان الحي. تسللا من النافذة الخلفية ودخلا بصمت. كان المنزل مظلما تماما. تقدما نحو غرفة النوم. فهد وسناء كانا غارقين في نوم ثقيل. بدأ نادر يبحث عن الحقيبة السوداء بجنون، تحت الطاولة، داخل الخزانة، خلف الستائر، لا شيء. ثم همس عزيز: شوف تحت السرير. انحنى نادر ببطء، وفي اللحظة نفسها استيقظ فهد فجأة. فتح عينيه بصعوبة، ثم لمح الظلين داخل الغرفة. حاول النهوض وهو يصرخ: شنو كديروا هنا؟ كل شيء بعدها حدث بسرعة مرعبة. عزيز ارتمى فوقه، وسناء بدأت تصرخ بهلع. أما نادر فاتجه مباشرة نحو المطبخ، وعاد حاملا سكينا كبيرا. عاد نادر إلى الغرفة وهو يلهث، والسكين يرتجف بين يديه. في تلك اللحظة كان كل شيء قد خرج عن السيطرة. فهد العتيبي كان يقاوم بعنف رغم تأثير المنوم، بينما كان عزيز يحاول تثبيته فوق السرير. صرخ الخليجي بصوت مخنوق: فلوسي، حرام عليكم! لكن الخوف كان قد تحول داخل نادر إلى وحش أعمى. اقترب أكثر، ثم غرس السكين في صدر فهد، مرة، مرتين، ثم توالت الطعنات بشكل هستيري. تناثر الدم على الجدران والغطاء الأبيض، بينما خفت صوت الرجل تدريجيا حتى تحول إلى أنين ضعيف. في الجهة الأخرى من السرير كانت سناء تصرخ وتحاول الهرب، لكن عزيز أمسك بها بعنف. كانت تبكي وتتوسل: الله يرحم الوالدين، ما تقتلونيش. نظر نادر نحوها بعينين مذعورتين. كان يعرف أن تركها حية يعني النهاية. ثوان فقط، ثم انقض عزيز عليها. انتهى كل شيء بسرعة مخيفة. ساد صمت ثقيل داخل الغرفة، لا صوت سوى أنفاس الرجلين المرتبكة وصوت قطرات الدم وهي تسقط فوق الأرض. وقف نادر للحظات عاجزا عن الحركة. لم يكن يصدق ما حدث. هو لم يخرج تلك الليلة ليقتل أحدا، كان يريد المال فقط. لكن الطريق الذي يبدأ بالجشع كثيرا ما ينتهي بالدم. صرخ عزيز فجأة: قلب الحقيبة، خصنا نمشي قبل يطلع النهار. عادا يفتشان الغرفة بجنون، وأخيرا وجدها عزيز تحت السرير، حقيبة سوداء متوسطة الحجم. فتحها بسرعة، فتلألأت رزم الدولارات أمام عينيهما. ابتسم عزيز بشكل هستيري: حنا ولينا أغنياء. لكن نادر لم يبتسم.
كان ينظر فقط إلى الجثتين فوق السرير. شيء ثقيل بدأ ينهار داخله. أخذا الحقيبة وقفزا من سور الحديقة الخلفي. في الخارج كان طاكسي نادر ينتظرهما في الشارع المظلم. انطلقا بسرعة عبر الأزقة الفارغة بينما بدأ آذان الفجر يرتفع من بعيد. داخل السيارة ظل عزيز يضحك كالمجنون ويعد الدولارات بلهفة. أما نادر فكان يراقب المرآة الخلفية طوال الطريق، يشعر أن شيئا ما يطارده. في الصباح عاد كل واحد إلى منزله وكأن شيئا لم يحدث، لكن الأخبار انتشرت بسرعة. جريمة مروعة داخل فيلا فاخرة بكاليفورنيا. مقتل خليجي وامرأة في ظروف غامضة. حين سمع نادر الخبر عبر الراديو شعر بأن قلبه توقف، ثم جاءه الاتصال الذي دمر آخر ما تبقى من هدوئه. كان عزيز. صوته كان مضطربا. البوليس غادي يوصل لينا، خاصنا نهرب. لكن الوقت كان قد تأخر بالفعل، لأن الضابط حمزة الإدريسي كان قد بدأ يربط كل الخيوط ببعضها. مع حلول المساء كانت غرفة التحقيق تعيش توترا خانقا. نادر الفيلالي انهار أخير. اعترف بكل شيء: أسماء، أماكن، طريقة الدخول إلى الفيلا، حتى السكين التي استعملها في الجريمة. أخبرهم أين تخلص منها. لكن الضابط حمزة الإدريسي كان يعلم أن القصة لم تنتهي بعد. بقي شخص واحد خارج القبضة: عزيز الوردي. خرجت عدة فرق أمنية تلك الليلة تبحث عنه في أنحاء الدار البيضاء. كان رجلاً معروفاً بالتنقل المستمر بين الحانات والأحياء الشعبية، ولا يملك مكاناً ثابتاً. لكن خطأ صغيراً أسقطه. أحد المخبرين أخبر الشرطة أن عزيز شوهد صباحاً يدخل شقة قديمة بحي سباتة ولم يخرج بعدها. في حدود 2 بعد منتصف الليل حاصرت الشرطة العمارة بهدوء. صعد الضابط حمزة رفقة عناصره إلى الطابق 3. كان الصمت يملأ الممر الضيق. ثم طرق الباب بقوة. الشرطة، افتح! لا جواب. أعاد الطرق بعنف أكبر، وفجأة سمعت حركة ارتباك داخل الشقة. نظر حمزة إلى رجاله وقال: كسروا الباب. في ثانية واحدة اندفع الرجال إلى الداخل. وجدوا عزيزا نائما فوق أريكة قديمة وبجانبه زجاجات خمر فارغة. حاول الهرب نحو المطبخ، لكن أحد العناصر طرحه أرضا بسرعة. وخلال تفتيش الشقة كانت المفاجآت تتوالى. داخل خزانة خشبية عثروا على اللحية المستعارة، الجلابيب التي استعملت ليلة الجريمة، وحذاء رياضي مطابق تماما لآثار الأقدام الموجودة في حديقة الفيلا. أما تحت السرير فوجدوا بضع رزم من الدولارات ملطخة ببقع دم جافة. انتهى الأمر. في التحقيق حاول عزيز الإنكار في البداية، لكنه انهار عندما واجهوه باعترافات نادر. اعترف بكل شيء. قال إنهما لم يخططا للقتل، كانا يريدان فقط سرقة المال، لكن الخوف والطمع والذعر حولتهم في لحظات إلى قاتلين. بعد أسابيع امتلأت الصحف بالقضية: تفكيك لغز جريمة فيلا كاليفورنيا، سائق طاكسي وصديقه وراء مقتل خليجي وامرأة. أما سناء الرميلي فلم يحضر جنازتها سوى امرأة عجوز قيل إنها خالتها. حتى زوجها السابق رفض استلام جثمانها، وقال للشرطة ببرود إنه كان يعرف منذ مدة أنها سلكت طريقا مظلما. انتهت القضية رسميا، لكنها تركت أثرا ثقيلا في نفس الضابط حمزة الإدريسي، لأنه أدرك شيئا واحدا: أغلب الجرائم الكبرى لا تبدأ بالكراهية، بل تبدأ بفكرة صغيرة جدا، فكرة يهمس بها الطمع
داخل رأس إنسان ضعيف، ثم تتحول فجأة إلى دم. ضع لايك واشتراك واستغفر ربك في تعليق. ليست مجرد قصص بل دروس من الواقع. هنا نروي الحقيقة لنفهم العبرة.